تخيل معايا انك تحب حد لدرجة انك تتخلى عن انسانيتك عشانه. قصة النهاردة مش مجرد قصة حب عادية، دي حكاية لعنة، سحر اسود واسرار مدفونة من 500 سنة. بطلتنا بتصحى في فاقدة الذاكرة وبتكتشف انها مش مجرد انسانة بريئة، دي وراها جيوش وعفاريت بتطاردها. ايه السر ورا دبوس الشعر السحري، وازاي بشري عادي هيقدر يواجه كل ده؟ يلا بينا يا أعز مشاهد. بتبدأ القصة ببنت في منتهى الرقة واقفة في كهف مغمضة عينيها وعايشة في عالم من الخيال، بتطير بحرية وسط بتلات واب بتلف حواليها في منظر يخطف العين. لكن فجأة الحلم الجميل ده بيقلب كابوس، والورد بيتحول لحبال سحرية بتكتفها. البنت بتفوق من غيبوبتها مخضوضة ومحبطة، وبتلاقي اللي رابطها كده هي أختها، واللي بتطمنها وتقول لها اهدي، ده كان مجرد خيال، انت كويسة. البنت دي كل حلمها انها توصل للخلود، وعشان كده بتعمل جلسات تأمل في الكهف، بس للأسف كل محاولاتها بتفشل. اختها بتحاول تواسيها وبتديها دبوس شعر، بتقول لها سامحيني الدبوس ده بتاعي، بس انا كنت ممنعك تنسيه، خديه دلوقتي. الدبوس ده مش عادي، بيطلع منه نور غامض بيرجعنا بالزمن ل 500 سنة ورا. هنا بنكتشف الصدمة، الأختين دول مش بشر أصلا، دول تعابين أو أرواح أسطورية في شكل بشر، وعندهم قدرات مرعبة للتدمير، بس بيعانوا عشان يحافظوا على شكلهم البشري ده. بطلتنا اللي اسمها بلانكا الثعبانة البيضاء بنشوفها متخفية في لبس خادمة عشان تنفذ مهمة سرية في قصر الجنرال. بتعمل فتحة سرية في الحيط عشان تراقبه، وبتتصدم لما بتلاقي اوضته مليانه تعابين. بلانكا بتهجم وتضرب الدبوس بتاعها زي السهم، لكن الجنرال بيكون صاحي وبيصد الضربه، وبيؤمر حراسه يخلصوا عليها. بعد معركه شرسه الحراس بيوقعوها في الميه وبتفقد الوعي تماما. بتفوق بلانكا وتلاقي نفسها في بيت قديم ومستخبي وسط الطبيعه. بتدخل عليها ست عجوزه طيبه بتسالها عن اسمها، بس بلانكا بتفضل ساكتة، هي فقدت الذاكرة تماما. الست بتشرح لها انها في مكان اسمه قرية صائد الثعابين، اهل القرية دول ويصطادوا التعابين ويسلموها للجنرال مقابل انه يعفيهم من الضرائب. بس اللي ما يعرفوش اهل القرية ان الجنرال ده بيستغل سم التعابين عشان يصنع وحش شيطاني ويملك قوة مطلقة. الستات الطيبين بياخدوا بلانكا في جولة، وكل حاجة بتبدو هادئة لحد ما بلانكا بتبدأ تسمع أصوات غريبة، أصوات التعابين. بحكم طبيعتها بتفهم لغتهم وبتحس إنهم بيستنجدوا بيها. قبل ما الليل يليل بوابات القرية تتقفل ويدخل شاب وسيم مع كلبه اسمه شوان. الشاب ده مختلف عنهم، ملوش في صيد التعابين خالص وشاكك في نوايا جنرال. العجوزة بتقوله بلانكا كانت عايشة في قريتنا زمان، وبنفهم هنا انه شوان هو اللي انقذها قبل كده وهي ناسية. شوان بياخد بلانكا ومعاهم كلبه للشلال اللي لقاها عنده. في السكة الكلب بيكتشف طريق مختصر بس بيقع في حفرة. فجأة وبدون تفكير بلانكا بتطير في الهواء وتنقذه، وهي نفسها بتتخض، كانت ناسية تماما انها بتملك القدرة دي. شوان بينبهر بيها، ولما بيوصلوا الشلال ذكريات مشوشة بتبدأ تهاجم بلانكا وتفتكر انها انزقت في المية. شوان بيحط ايده على كتفها عشان يهديها، فبتطلع منها طاقة قوية بتطيره في الهواء. بتلحقوا بسرعة وبيمسكوا ايد بعض وبيطيروا سوا لحد غابة كثيفة. هناك بيهجم عليهم شوية تعابين، بس بلانكا بتترجل وبتنقذ نفسها وشوان. في مكان تاني كئيب بتظهر سيدة الثعابين قاعدة في قصرها وسط أتباع. بيوصل لها خبر ان بلانكا ماشية مع شاب بشري من قرية الصيادين. السيدة بتغضب جدا، ازاي تعباني صاحب بشري؟ اخت بلانكا اللي لابسة اخضر بتتدخل وتطلب الاذن انها ترجع اختها. السيدة بتوافق بس بتزرع في جسمها حراشف الموت. قدامها 3 ايام بالظبط، يا ترجع بلانكا يا تموت. دلوقتي حياة الاخت متوقفة على رجوع بلانكا
أي تمن. نرجع لبلانكا وشوان اللي بيلاقوا الدبوس عند الشلال، بس هي مش فاكرة جه هنا ازاي. شوان بيقرأ اسم محل محفور على الدبوس وبيقترح يروحوا هناك عشان يعرفوا ماضيها. في الوقت ده مساعد الجنرال بيوصل القرية ويبعت خفاش سحري يتجسس عليهم، وهم بيعدوا النهر بيطلع لهم تعبان شيطاني ضخم عايز يقتل بلانكا. بلانكا بتتحول لشكلها الحقيقي، نص تعبان ونص بشري، وبتدخل معاه في معركة ملحمية وبتهزمه وترميه في المية، بس بتفقد طاقتها وبتقع في المركب وهي تعبانة وحاسة بالعار. بتقول لشوان انت شفت حقيقتي، انا وحش ابعد عني. بس شوان بيرد بمنتهى الرومانسية والشجاعة، لو كنت هتأذيني كان حصل من زمان، انا هفضل معاك. روحوا لورشة الدبوس وبيلاقوا صاحبة المكان بنت بوشن، وش انسان ووش ثعلب. بتقول لهم ان الدبوس مش بتاع بلانكا، ده بتاع حد تاني اداهولها، وبتديهم حرشفة ثعبان سحرية عشان يلاقوا صاحبه الحقيقي. وهم ماشيين في الغابة بتظهر اخت بلانكا، فبلانكا بتفتكرها وبيحضنوا بعض، بس الاخت بتحذرها من البشر وبتقول لها انهم صيادين غدارين. الخفاش الجاسوس بيظهر والاخت بتفتكر انه شوان هو اللي جايبه، وبتدخل معاه في خناقة عشان خايفة على اختها. بلانكا بتسحب شوان وبيهربوا تحت الارض. بعد رحلة في الكهف المليان فخاخ بيوصلوا لأوضة اسمها بوابة الحياة. المكان ده كان مخصص لطرد الأرواح الشريرة زي جلسات تعويذ سحرية. بلانكا بتشوف نقوش وهياكل عظمية وبتفتكر إنها كانت هنا قبل كده واتعمل لها جلسة هنا. شوان بيطمنها ويقول لها انت بنت طيبة مش وحش، ومش فارق معايا انت ايه. بيخرجوا يلاقوا الأخت مستنياهم وبتشوت الكلب بتاعهم ناحيتهم وبتطلب من بلانكا ترجع معاها. بلانكا بتقتنع انها ما ينفعش تعيش مع بشري عشان تحميه، فبتودع شوان بوجع وهو بيوعدها انه هيرجع لها. بلانكا بتمشي مع اختها وبتشوف حراشف الموت على جسمها وبتزعل انها ما قالت لهاش عشان تنقذها. فجأة الجنرال ومساعده بيهجموا عليهم بطيور سحرية بتضرب أشعة حادة زي الأسهم وبتوقع الأختين في الفخ. الجنرال بيخطف الدبوس من بلانكا وهي بتعافر معاه وبيحصل انفجار ضخم. في ناحية تانية شوان قلبه مكسور ومش قادر يعيش من غير بلانكا. بيروح لثعلبة ألوشين وبيطلب منها تحوله لوحش عشان يقدر يعيش معاها. الثعلبة بتعمل تعويذة وبيطلع له ديل شبه ديل كلبه. شوان بقى شيطان رسمي بيجري على مكان الانفجار بيلاقيه متدمر. الأخت بتقوله إن الدبوس انفجر وبلانكا سحبت طاقته وتحولت لتعبان كامل عملاق ومرعب، ودلوقتي هي هتدمر القرية كلها لأنها فقدت السيطرة على عقلها وسيطر عليها الغضب الشيطاني اللي هي الغريزة الحيوانية. شوان بيخبي ديله وبيجري على القرية عشان ينقذ الناس ويفوق بلانكا. بيحذر أهل القرية إن في تعبان عملاق جاي، بس الجنرال بيظهر وبيفضح سر ديل شوان. الأهالي بيفتكروه خاين وبيقلبوا عليه. شوان بيصرخ الجنرال هو اللي بيخدعكم، هو اللي حولها لوحش، ما ترموش حياتكم في التهلكة. شوان بيفلت منهم وبيقفل الطريق في وش التعبان العملاق وبيقول له أنا عارف إنك بلانكا طيب، بصي أنا كمان بقيت وحش زيك عشان نفضل سوا. كلام شوان بيبدأ يأثر فيها ويهديها، بس الجنرال بيتدخل ويرمي شبكة سحرية متوصلة بمكنة ضخمة وبيصطاد بيها بلانكا وشوان والأخت عشان يسحب أرواح الأختين وياخد طاقتهم. في اللحظة الحاسمة دي بتظهر سيدة الثعابين بتكسر المكنة والأخت بتستغل الفرصة وتقتل الجنرال بسلاحها. بس المفاجأة الصدمة سيدة الثعابين ما جاتش تنقذهم، دي جت تقتل كل الثعابين وتسحب أرواحهم عشان تبقى هي الأقوى وتحكم العالم. بتبدأ تسحب روح بلانكا اللي بتموت بالبطيء. شوان
شجاعة بيشغل المكنة تاني بالعكس، فبتسحب روح سيدة الثعابين وتخلصهم منها. بس التضحية كانت كبيرة جدا. عاصفة ثلجية رهيبة بتبدأ وجسم شوان بيتجمد تماما وبيتحطم لقطع قدام عين بلانكا. بلانكا بتنهار من العياط والوجع. بعد ما العاصفة بتهدي، بلانكا بتقول لأختها إن روح شوان اتحفظت جوه دبوس الشعر وإنه أكيد هيرجع لها في يوم من الأيام. بتمر سنين طويلة، بلانكا وأختها ماشيين في السوق. بلانكا بتوقع الدبوس، فبينزل شاب يوطي ويديهولها. الشاب ده هو شوان بعد ما اتولد من جديد. صحيح إنه هو مش فاكر ماضي، بس زي ما بلانكا افتكرت قبل كده هو كمان هيفتكر، وقصة حبهم هتبدأ من أول وجديد. بصراحة يا أعزائي المشاهدين، الفيلم ده مش مجرد فيلم أنيميشن عادي، دي تحفة بصرية حقيقية. القصة بتشدك من أول دقيقة بمزيج سحري بين الرومانسية الصادقة والأكشن اللي بيخطف الأنفاس والأساطير الصينية الغامضة اللي طبعا مش متعودين عليها. أحلى حاجة في الفيلم إنه إيقاعه سريع جدا ومفيش أي مساحة للملل. كل مشهد بيكشف لك سر جديد وبيقلب الموازين، من خيانة الجنرال لطمع سيدة الثعابين إلا تطور شخصية شوان وتضحيته بإنسانيته عشان يفضل مع بلانكا. بتسيب حتة في القلب وتخليك تتعاطف معاهم للنهاية. باختصار هو فيلم متكامل بيجمع بين الغموض والسحر والحب الأبدي، وبيثبت إن الأبطال الحقيقيين ممكن يكونوا في شكل وحوش، والوحوش الحقيقيين ممكن يكونوا هم البشر. بص، البشر دايما أساس البلاء. البشر دول هيجي عليهم يوم يدمروا العالم. الأجزاء الجاية هتيجي، بس ما تنساش تدعمنا بالاشتراك وتقول لنا برضه رأيك في التعليقات. ومع السلامة يا أعز مشاهد.